أبناء مشاهير تسببوا في حوادث مؤسفة، آخرهم ابن عبد العزيز مخيون. مشاهير اتورطوا في حوادث دهس أبرياء، وكان آخرهم ابن الفنان محسن منصور. عبد العزيز مخيون لبس جلابية فلاحي وراح يتصالح مع العيلة اللي ابنه قتل ابنهم. الشيف الشربيني ابن مراته دهس شاب وموته، بس الشيف بتاعنا راح يطمن الأول على عربيته الرانج روفر. في عالم الفن والمشاهير دايما بنسمع عن قصص مليانة مشاكل ومفاجآت، واللي ساعات طبعا بتقلب الدنيا وبتصير جدل كبير بين الناس. ورغم ان كتير من الفنانين عايشين حياة شهرة ونجومية، بس أولادهم ساعات بيتورطوا في قضايا كبيرة جدا ومشاكل بيكون ليها عواقب خطيرة. أوقات بتوصل لحوادث مأساوية زي اللي هنحكي عنها النهاردة. بس خليني الأول أقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا الاشتراك عشان توصل لكم كل حوادثنا الجديدة. حادثة ابن زوجة شيف شهير في الشيخ زايد. في حادث صعب حصل في الشيخ زايد، شاب ابن مرات شيف معروف كان سايق عربيته بسرعة جنونية، وفجأة خبط عامل ديليفري، والراجل ده مات في ساعتها من قوة الخبطة. اللي زود الطين بلة إن الشاب ساب الراجل مرمي في الشارع وهرب. بس الشرطة بتاعتنا مسكتتش وفضلت تدور لحد ما وصلت له وقبضوا عليه، وبعد ما اتعرض على النيابة قرروا حبسه عشان التحقيق. وبعد ما اتحل المحكمة اتضح إنه ابن مرات الشيف الشربيني اللي متجوزها جديد، وعندها ابن الظاهر إنه شقي حبتين. أخد عربية الشيف جوز أمه من غير ما يدرى، عربية رانج روفر، وراح سايقها على أعلى سرعة تعدت 200 كيلو متر، وللأسف ما قدرش يدوس فرامل في الوقت المناسب، ودهس عامل الدليفري اللي لسه في بداية حياته. شاب عنده 24 سنة، لدرجة إنه طيره 10 متر قدام من شدة الخبطة، والشاب ده مات اللي كان فرحه بعد فترة قصيرة من الحادثة. الحكاية كلها حصلت في ثواني. أول ما حصلت الحادثة الناس اللي في الشارع جريوا عشان يلحقوا، لكن السواق المتهور كان سبقهم، جري ودخل جوه الكومباوند، وهناك نادى على جوز أمه اللي جه بسرعة، وكان كله همه يطمن على العربية الرانج روفر الغالية بتاعته، وحاول يشيل العربية وينقلها من مكانها، بس زمايل الضحية وقفوا له ومنعوه لحد ما الشرطة وصلت. الحكاية دي عملت دوشة كبيرة قوي، خصوصا في الإعلام اللي مسكها من أول لحظة وبدأ ينشر كل التفاصيل، والناس كلها كانت مستنية تشوف النهاية هتبقى إيه. أما عبد العزيز مخيون فدفع دية شخص قتل ونجله وأصاب 2 آخرين. في فبراير 2025 حصلت حادثة في مركز أبو حمص بالبحيرة، لما ابن الفنان عبد العزيز مخيون خبط بسيارته 3 أشخاص، واحد منهم مات و2 اتصابوا. الشرطة قبضت عليه واتعرض على النيابة اللي حبسته على ذمة التحقيق، واتعمل له تحليل عشان يتأكدوا إذا كان واخد مخدرات ولا لأ، وللأسف طلع التحليل إيجابي. الناس اتأثرت جدا باللي حصل، خصوصا لأن اسم الفنان عبد العزيز مخيون ارتبط بالموضوع، لكنه رفض يعلق عليه وقال إن القضاء هو اللي هيقول كلمته، وإن ابنه حالته كويسة. اضطر بعدها الفنان إنه يلبس جلابيته الفلاحي ويروح يعمل صلح مع عائلة الضحية ويدفع لهم دية القتل الخطأ. أما بقى ابن أحمد رزق وحادث الدليفري، ففي نهاية مايو اللي فات عمر ابن الفنان أحمد رزق اتورط في حادثة مؤلمة جدا وهو سايق السكوتر بتاعه حوالين البيت في مدينة 6 أكتوبر، وهو ماشي خبط عامل دليفري، والاتنين اتصابوا إصابات خطيرة واتنقلوا فورا على المستشفى. التحقيقات بدأت فورا، ولما دققوا في التفاصيل اكتشفوا إن عمر كان ماشي عكس الاتجاه، وده طبعا كان سبب رئيسي في الحادثة. النيابة وقتها قررت تفرج عنه بكفالة 5000 جنيه على ذمة القضية اللي بيتهم فيها بالسير عكس الاتجاه، وبعد كده دخل عملية علشان يركب شرايح ومسامير بسبب إصابته، ورجع بعدها على البيت عشان يكمل علاجه هناك. عصام صاصة محلل المحاكمة الجنائية، المرة دي بقى مش ابن الفنان اللي عمل حادثة، لا ده الفنان نفسه. في ليلة شم النسيم اللي فات دهس مطرب المهرجانات عصام صاصة سواق شاب على الطريق الدائري، وهو كان تحت تأثير المخدرات، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، واتحبس فيها 6 شهور. أحمد جمال وحادث طريق الفيوم. المطرب الشاب أحمد جمال هو كمان في دايرة حوادث السير، بعد ما حصلت واقعة على طريق الفيوم الصحراوي. غرف عمليات النجدة استلمت بلاغ عن حادث تصادم، وعلى طول راحت الإسعاف والمباحث لمكان الحادثة، وبعد ما فحصوا اتضح إن راجل مسن كان بيعدي الطريق، وفجأة خبطته عربية ماشية بسرعة جدا، وتعرض لكسور وكدمات، وتم نقله للمستشفى فورا. لكن لما راجعوا كاميرات المراقبة واكتشفوا اللي حصل بالظبط، لقوا إن أحمد جمال كان سايق عربيته، وفجأة لقى الراجل قدامه، حاول يلف بسرعة عشان يتجنبه، وفعلا عدى من جنبه، والمراية الجانبية بس هي اللي خبطته،
وفي اللحظة دي كانت جاية عربية تانية سايقها طالب خبطت الراجل مباشرة، وهي اللي سببت له الإصابات اللي اتنقل على إثرها للمستشفى. يعني أحمد جمال طلع براءة. لكن الشرطة تحفظت على أحمد جمال والطالب وكمان العربيتين، وبدأت الإجراءات القانونية، والنيابة استدعتهم وحققت معاهم. وبعد ساعات قررت النيابة تفرج عن أحمد جمال بكفالة مالية، بس أمرت بحجز عربيته لحد ما فني متخصص من المرور يفحصها كويس. مش بس كده، يعمل تقرير مفصل بالحالة الفنية للعربية. أحدث حادثة معانا النهاردة هي من نصيب ابن الفنان محسن منصور، وده بعد ما دهس شاب بسيارته الملاكي في منطقة أكتوبر وموته. الشرطة وصلها خبر بوقوع الحادث ووجدوا جثة في الشارع، وفوراً اتحركت قوات الأمن للمكان، وهناك لقوا جثة شاب متوفي. وبعد التحريات اتضح إن المتسبب في الحادثة دي هو أحمد محسن منصور، عنده 27 سنة، وتم القبض عليه والتحفظ على عربيته. رجال المباحث دلوقتي بيكملوا شغلهم وبيسمعوا شهود العيان وبيفرغوا كاميرات المراقبة عشان يعرفوا تفاصيل الحادثة اللي حصلت بالظبط، والنيابة العامة هتتولى التحقيق في القضية. وبكده أكون وصلت لنهاية حكايات النهاردة من حوادث أبناء المشاهير أو حتى المشاهير نفسهم. مش عارفة إذا كانت حكاية النهاردة عجبتكم أو لأ، ياريت تشاركوني في التعليقات بآرائكم، وأشوفكم مع حكاية جديدة. سلام.